من هو البطل؟ لقد سمعنا في الشهر الماضي عن ما يسمى بكأس العالم، والذي تابعه الملايين من البشر في كل العالم، وقد أطلقوا على بعض اللاعبين واللعابين باسم البطل أو البطولة أو ببطولة العالم أو الأسطورة. وللأسف إن الكثير ممن أطلق عليهم هذه الألقاب الكبيرة والعظيمة هم من الكفار، وممن يسجدون لغير الله ويعظمون غير الله ويدعون غير الله سبحانه وتعالى. أصبح هذا اللقب يطلق على من أحرز هدف كرة في شباك مرمى، وأصبح هذا اللقب يطلق على رواد الزنا والخنا وممن ينشرون العشق والهيام والحب والغرام. أصبح هذا اللقب يطلق على من يسب الله عز وجل ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. يا عمر، لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم والدين كامل، أينقص وأنا حي؟ أينقص وأنا حي؟ والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. والله يا عمر لأقاتلنهم ما استمسك السيف في يدي. ثم جعل يقاتل ويرسل الجيوش حتى عاد المرتدين إلى الإسلام، وعاد للإسلام هيبته، وعادت للخلافة قوتها. إنه البطل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وصدق الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فقال البراء لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم: ضعوني في ترس ثم احملوني بالرماح ثم ارموني إليهم، فإما أن أقتل وإما أن أفتح لكم الأبواب. تخيل جند يزيد على 40,000 يريد أن يقتحم فيهم. أي بطل أعظم من هذا البطل؟ وأي شجاعة أعظم من هذه الشجاعة؟ فحمله أصحابه ثم رفعوه ثم رموه إلى تلك الحديقة، فاجتالته السهام والنبال والسيوف وقطعته من كل مكان، وهو يدفع بقوته وبشجاعته حتى وصل إلى الباب، وإذا به أكثر من 80 ضربة. ثم فتح للصحابة الأبواب، فاندفع الصحابة وقتلوا في جيش مسيلمة قتلا عظيما، وقتلوا مسيلمة، وبقي البراء يعاني من تلك الجراح أياما. ثم بعد ذلك محاضرة للشيخ الفاضل أبي المنهال فايز بن محمد المغاسي حفظه الله تعالى، والتي كانت في مسجد الصحابة في مدينة إب اليمن في 27 من جمادى الآخرة لعام 44 و400 وألف من الهجرة النبوية. كما قرأتم وسمعتم، كان محاضرنا وضيفنا في هذه الليلة هو الشيخ المبارك فايز المغرسي، فأهلا وسهلا به وبمن جاء معه. وإن شاء الله المحاضرة بعد السنة. تصدروا أنفسكم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأجرى بعظمته شتات السحاب، وهزم بقوته جموع الأحزاب. والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. إليه أدعو وإليه مآب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الكريم التواب العظيم الوهاب، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والآل والأصحاب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآب.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى. حقيق بمن اتقى الله أن يعلم أن لله يوما تكع فيه الرجال وتنسف الجبال وتشهد الجوارح والأوصال. أيها المؤمنون، لقد سمعنا في الشهر الماضي عن ما يسمى بكأس العالم، والذي تابعه الملايين من البشر في كل العالم، وقد أطلقوا على بعض اللاعبين واللعابين باسم البطل أو البطولة أو ببطولة العالم أو الأسطورة. وللأسف إن الكثير ممن أطلق عليهم هذه الألقاب الكبيرة والعظيمة هم من الكفار، وممن يسجدون لغير الله ويعظمون غير الله ويدعون غير الله سبحانه وتعالى. فأحببت في هذه الوقفة أن أتحدث مع حضراتكم عن البطولة، من هو البطل ومن هم أصحاب البطولات. إننا في زمن أصبح هذا اللقب العظيم يطلق على من أحرز هدف كرة في شباك مرمى، وأصبح هذا اللقب يطلق على رواد الزنا والخنا، وممن ينشرون العشق والهيام والحب والغرام. أصبح هذا اللقب يطلق على تلك الراقصة الفاتنة التي تعرض مفاتنها في الشاشات وفي الجوالات وفي العالم. أصبح هذا اللقب يطلق على من يعتدي على الناس بالظلم والبطش. أصبح هذا اللقب يطلق على من يأخذ أراضي الناس ويسفك الدماء. أصبح هذا اللقب يطلق على من يسب الله عز وجل ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. أصبح هذا اللقب يطلق هذا اللقب على أصحاب الظلم وغيرهم. وهذا إن دل فإنما يدل على أننا في زمن قلب الموازين وتغير المفاهيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. رواه الترمذي بسند صحيح. فتأمل عبد الله إلى ما يحصل في آخر الزمان من قلب المفاهيم وتغير الموازين. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان تكون سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب
ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. الرجل التافه الذي ليس له علم ولا عبادة ولا دراية، ومع هذا يتكلم في أمور الدين وفي أمر الحلال والحرام وفي أمور الطلاق وفي أمر الحكم إلى غير ذلك من المسائل العظام والكبار. أيها المؤمنون، من هم أصحاب البطولات ومن هو البطل؟ البطولات وأصحاب البطولة هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وفي مقدمتهم الخليفة الأكبر وأفضل هذه الأمة بإجماع الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقد أتى على البطولة من كل جوانبها ومن كل نواحيها رضي الله عنه وأرضاه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما اجتمعنا في امرئ مسلم في يوم إلا دخل الجنة. هذا هو البطل ورب الكعبة الذي يسعى إلى أعمال الخير من كل جوانبها وفي كل الميادين، في باب الصدقة، وفي باب الأمر بالمعروف، وفي باب الصيام، وفي كل أفعال الخير، وهو يسابق رضي الله عنه وأرضاه. وقال عمر بن الخطاب في يوم من الأيام: لأسبقن أبا بكر إن سبقته يوما واحدا. قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، فجئت بنصف مالي، فقال للنبي: يا عمر، ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم النصف. ثم جاء أبو بكر بماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. أبقيت لهم الله ورسوله. هذا هو الصديق، وهذا هو البطل، وهذا هو الكبير، وهذا هو النجم، وهذا هو القدوة. إنه الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اضطربت القلوب، وحصل ما حصل في زمن الردة، وارتدت قبائل من العرب عن الإسلام، ولم يبق للإسلام مكان إلا في مكة والمدينة والطائف وفي بعض القبائل القليلة. فأراد الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن يرسل الجيوش إلى العالم وإلى المسلمين ليردوا المرتدين إلى دين الله سبحانه وتعالى. فأراد عمر أن يهدئ من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقال أبو بكر الصديق: يا عمر، لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم والدين كامل، أينقص وأنا حي؟ أينقص وأنا حي؟ والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. والله يا عمر لأقاتلنهم ما استمسك السيف في يدي. ثم جعل يقاتل ويرسل الجيوش حتى عاد المرتدين إلى الإسلام، وعاد للإسلام هيبته، وعادت للخلافة قوتها. إنه البطل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وصدق الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أصحاب البطولات
هم من قال الله عز وجل فيهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء هم أصحاب البطولات. أصحاب البطولات هم من قال الله عز وجل فيهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. البطل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. في يوم الهجرة قال علي: لا أعلم أحدا من المهاجرين خرج مهاجرا إلا مختفيا إلا عمر، فإنه لما أراد الهجرة لبس ثوبه وتقلد سيفه، ثم جعل يطوف بالبيت 7 وصلى خلف المقام 2 ثم جعل يطوف بوجوه قريش وجها وجها ويقول: شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه يا معشر قريش، من أراد منكم أن تثكله أمه أو ييتم ولده أو ترمل زوجته فليلحقني وراء هذا الوادي. قال علي: فما تبعه أحد منهم. هذا هو البطل، هذا هو القوة، هذا هو القائد، هذا هو النجم، هذا هو القدوة الذي يجب علينا أن نربي أبناءنا على مثل هؤلاء القدوات، وعلى مثل هؤلاء النجوم، وعلى مثل هؤلاء العظماء في زمن اختلت فيه المفاهيم واختلت فيه الموازين، وأصبحت القدوات لأبنائنا ولبناتنا ميسي وغيره من اللعابين والمطربين والفنانين والراقصين والمخنثين إلى غير ذلك. فإن الجيل أصبح يتأثر بهؤلاء الذين ليس لهم قيمة، الذين ليس لهم قيمة. ومع هذا وللأسف أصبحوا هم القدوات لأبنائنا، وأصبح لهم التأثير، وأصبح لهم الجمهور، وأصبح يتابعهم الملايين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في البخاري أن عمر بن الخطاب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فقال عمر رضي الله عنه: يا نبي الله، فداك أبي وأمي مما تضحك. قال: يا عمر، من هؤلاء النسوة كن يرفعن أصواتهن علي، فلما سمعن صوتك يا عمر ابتدرن السواري. فبكى عمر وقال: يا نبي الله، والله لأنت أحق أن يهبنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب، ما سلكت واديا إلا سلك الشيطان واديا غير الذي أنت فيه. البطل هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان يقرأ القرآن في ركعة واحدة. البطل هو عثمان حينما جهز جيش العسرة وجاء ب1000 دينار ووضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي يقلبها ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وكم من عثمان في هذه الدعوة المباركة قد فداها بنفسه وبعلمه وبماله وبوقته، فلله دره وعلى الله أجره. وكم من أبي طالب ليس في هذه الدعوة لكنه يدفع الشر عنها، فنسأل الله أن يأخذ بيده للصلاح والبر والتقوى. البطل هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. في يوم الهجرة حينما نام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن عشرات السيوف والرماح
تنتظره إذا خرج ليقطع رأسه، لكنه كان لا يخاف إلا من الله رضي الله عنه وأرضاه. البطل هو علي رضي الله عنه وأرضاه، يوم أخذ باب خيبر بيده وبقوته وبشجاعته وبرجولته رضي الله عنه وأرضاه. البطل هو علي في يوم أحد، يوم أن أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، ففر الناس من حوله وحصل ما حصل من الاضطراب إلا علي، فثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم. البطل هو عمرو بن الجموح كما عند الترمذي ويحسنه العلامة الألباني. كان عمرو بن الجموح له 4 من الأبناء يشهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد والمعارك، وكان عمرو في قدميه عرجة لا يستطيع المشي عليهما، فأراد أن يخرج مع النبي إلى غزوة أحد، فمنعه أبناؤه وقالوا له إن الله قد عذرك، إن الله قد عذرك، فذهب يجر عرجته حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا نبي الله إن أبنائي أرادوا حبسي عن هذا الوجه وعن الخروج معك. فنظر النبي إليه وقال إن الله قد عذرك، ونظر إلى أبنائه وقال لا تمنعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة، فذهب وقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو البطل، هذا هو القائد، هذا هو القدوة، هذا هو النجم، هذا هو القمر، هذا هو البدر، هذا هو الأسطورة إن صح اللفظ، مع أن لفظ الأسطورة يطلق على الأكاذيب، لكنه في زمننا أصبح يطلق على القدوة وعلى العظيم. البطل هو هارون الرشيد رحمه الله، حينما جاءته الرسالة من ملك الروم نقفور إلى هارون الرشيد إن الملكة التي كانت قبلي قد أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البيدق، فحملت إليك من الأموال ما كنت جديرا أنت بحمله إليها، ولكن ذلك من ضعف النساء وحمقهن، فإذا قرأت كتابي فاردد ما حصل لك من الأموال، وإلا السيف قائم بيني وبينك. قال الراوي فلما قرأ هارون الرشيد الرسالة غضب غضبا شديدا وتغير وجهه وقام من مجلسه وتفرق جلساؤه، وما استطاع أحد أن ينظر إليه إلا وهو يخاطبه، ثم قال للرسول لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك، ثم كتب على ظهر تلك الرسالة من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم قرأت كتابك يا ابن الكافرة، والجواب ما تراه لا ما تسمعه. ثم قام من مجلسه وحرك جيشا عظيما حتى وصل إلى ملك الروم، ففعل وقتل وهدم وسبى حتى صالحه ذلك الملك على جزية يدفعها له في كل سنة أضعاف ما كانت تدفع إليه المرأة. هذا هو البطل، هذا هو القائد، هذا هو النجم، هذا هو القدوة، هذا هو العظيم. البطل هو قتيبة بن مسلم، ذلك القائد العظيم الذي فتح إفريقيا حتى وصل إلى القيروان، وكانت غابة مليئة بالأشجار والوحوش، فأراد أن يتقدم لكن تلك الغابة منعته، وكانت تمنع كل الفاتحين قبله، فوقف على طرف تلك الغابة وجعل ينادي أيتها الوحوش نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جئنا لننشر الدين في هذه القارة، فاخرجي بأمر الله. قال ابن كثير فما هي إلا ساعات وإذا بالوحوش تحمل أبناءها
وهي تخرج من تلك الغابة لتتركها لقتيبة بن مسلم رحمه الله، فبنى مدينة القيروان، تلك المدينة العظيمة، ثم واصل الفتوحات حتى وصل إلى المحيط الأطلسي الذي كان يسمى ببحر الظلمات، الذي هو الآن بالقرب من الولايات المتحدة. وقف على ذلك الشاطئ وقال: والله لو أعلم أن أمامي أناس لقاتلتهم بسيفي حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أو يدفعوا الجزية. هذا هو البطل، هذا هو القائد، هذا هو العظيم، هذا هو النجم، هذا هو اللامع، هذا هو القدوة. علينا أن نربي أبناءنا على مثل هذه السير التي تشحذ فيهم الهمم وتشحذ فيهم القوة والانطلاقة والاندفاع لخدمة هذا الدين. البطل هو عقبة بن نافع الذي انطلق إلى بلاد ما وراء النهر حتى فتح أفغانستان وباكستان وغيرها من تلك البلاد المترامية. ثم سأل الجند: ماذا بقي أمامي؟ قالوا: لم يبق أمامك إلا بلاد الصين. فقال: أقسمت بالله أني سأطأ أرضها، أني سأطأ ترابها، أو يدفعون للجزية أو يدخلون في الإسلام. فوصل كلامه إلى ملك الصين فارتعد وخاف خوفا شديدا، ثم قال: أرجعوا هذا القائد بكل ما تملكون لا يصل إلى بلادي. فحمل إلى ذلك القائد مجموعة من التراب في صحون الذهب، ثم جاء بالجزية عظيمة وجاء بأبنائه، فقال: مروا القائد أن يطأ بقدمه على تراب بلدتي، وهذه الجزية وهؤلاء أولادي يختم عليهم ولا يصل إلى بلدتي. هذا هو القائد، هذا هو القدوة، هذا هو البطل. البطل هو البراء بن مالك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. رواه الترمذي وحسنه الألباني. رجل أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يبالى به ولا ينظر إليه، لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. في زمن أبي بكر كما أسلفنا، عندما ارتد كثير من العرب عن الإسلام، جعل أبو بكر يرسل الجيوش إلى المرتدين، وكان من أشد المرتدين بأسا مسيلم الكذاب الذي ادعى النبوة والعياذ بالله. فأرسل إليه أبو بكر بجيش بقيادة عكرمة، فهزم مسيلم عكرمة وقتل من جنده الكثير. فأرسل أبو بكر خالد بن الوليد ومعه البراء ومعه وجوه الأنصار إلى مسيلم الكذاب. وما إن التقى الجيشان وإذا بجيش مسيلمة كالبحر العظيم، وكاد أن يقضي على جيش خالد، فتراجع خالد رضي الله عنه وأرضاه، وصف الجيوش وصف الجند، ثم عاد الكرة مرة أخرى فشد عليهم مسيلمة حتى وصلوا إلى مكان خالد رضي الله عنه وأرضاه. فصاح في الجند إليهم يا فتى الأنصار، ويقصد البراء بن مالك. فصرخ البراء في قومه وقال: يا أنصار رسول الله، لا مدينة لكم بعد اليوم. ثم جعل يشق الصفوف ويقاتل قتالا قويا حتى انهزم مسيلمة، واحتموا بالحديقة التي اشتهرت في كتب التاريخ والسير بحديقة الموت. واختبأ ذلك الجيش في تلك
الحديقة، في تلك الحديقة المحصنة من كل مكان دخلها جيش مسيلمة، ثم رموا المسلمين بالنبال والرماح من كل مكان، وما استطاع أهل الإسلام أن يصلوا إليهم. فقال البراء لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم: ضعوني في ترس ثم احملوني بالرماح ثم ارموني إليهم، فإما أن أقتل وإما أن أفتح لكم الأبواب. تخيل جند يزيد على 40,000 يريد أن يقتحم فيهم. أي بطل أعظم من هذا البطل، وأي شجاعة أعظم من هذه الشجاعة. صدق الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فحمله أصحابه ثم رفعوه ثم رموه إلى تلك الحديقة، فاجتالته السهام والنبال والسيوف وقطعته من كل مكان، وهو يدفع بقوته وبشجاعته حتى وصل إلى الباب، وإذا به أكثر من 80 ضربة. ثم فتح للصحابة الأبواب، فاندفع الصحابة وقتلوا في جيش مسيلمة قتلا عظيما، وقتلوا مسيلمة. وبقي البراء يعاني من تلك الجراح ومن تلك الآلام أياما. ثم بعد ذلك وقعت معارك أخرى، وذهب البراء مع تلك الغزوات. فلما شعر الجيش بالهزيمة أتوا إلى البراء بن عازب وقالوا له: يا براء، إنك مجاب الدعوة، أقسم على ربك أن ينصرنا في هذا اليوم. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أقسم عليك أن تنصرنا اليوم وأن أقتل شهيدا. فانتصر ذلك الجند العظيم وقتل البراء، وفاضت روحه إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الأبطال، هؤلاء هم الرجال، هؤلاء هم القدوات، هؤلاء هم العظماء، هؤلاء الذين ينبغي علينا أن نربي أنفسنا على سيرهم وعلى أقوالهم وعلى أفعالهم. يقول العلامة الوادعي رحمه الله: من أعجبته نفسه فليقرأ سير أعلام النبلاء، فإنك تحتقر نفسك إذا رأيت ما قدموا للدين من أعمال عظيمة، لأن هذا الدين عظيم عباد الله. هذا الدين عباد الله دين عظيم، يجب علينا أن نفديه بأموالنا وبأنفسنا وبأوقاتنا وبكل ما نملك. البطل هو من يجاهد نفسه على طاعة الله وعلى مرضاة الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. البطل هو من يقوم لصلاة الفجر. البطل تلك المرأة العفيفة المتحجبة المتطهرة، وإن رميت بالأقوال وبالتشدد وبالتخلف وبالرجعية فإنها لا تبالي بتلك الألفاظ، وإنما تستمسك بدينها. وقدوتها في ذلك عائشة وصفية وفاطمة وزوجة فرعون، تلك المرأة البطلة العظيمة التي ضرب الله عز وجل ببطولتها مثلا في القرآن الكريم. تلك التي ضحت بنفسها من أجل الله ولم تخف من فرعون ولا من قوته ولا من بطشه ولا من غطرسته. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. البطولة عباد الله يوم أن تتوجه إلى بيت الله وتحافظ على دين الله. البطل ذلك الذي أكمل كتاب الله عز وجل. البطلة تلك المرأة التي تربي بناتها على الطهر وعلى العفاف وعلى الحياة. البطلة تلك المرأة التي تخرج لنا جيلا صالحا، جيلا قويا، جيلا عظيما، جيلا قائدا. هذه هي البطلة
تلك المرأة التي تربي الأجيال في زمن كثر فيه الفساد وكثر فيه المفسدون. الأبطال هم من اتجهوا إلى بيوت الله وإلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، علينا أن نكون أبطالا، وعلينا أن نكون رجالا، وعلينا أن نربي أبناءنا على القدوات كالصحابة والسلف الصالح وأهل العلم والأخيار. علينا عباد الله أن نحذر أبناءنا من المطربين ومن اللاعبين واللعابين ومن المغنين ومن الراقصين. علينا أن نبعد أبناءنا عن أهل الشر وعن أهل الفساد، فإننا في زمن يتخطف الأبناء من بيننا إن لم ننتبه لهم ونحرص عليهم ونربيهم على العقيدة الصافية الصحيحة التي منبعها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الأبطال. أسأل الله أن يصلح لنا الأبناء والبنات. أسأل الله أن يصلح أزواجنا وأن يصلح أنفسنا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. أسأل الله كما جمعنا في هذا الجامع المبارك أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة. أسأل الله عز وجل كما جمعنا في مسجد الصحابة أن يجمعنا مع الصحابة، مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة في الفردوس الأعلى من الجنة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يدفع عني وعنكم كل شر وبلاء. وشكر الله لكم هذا الحضور وهذا الاستماع، وشكر الله لمن كان السبب في مثل هذه المحاضرات واللقاءات. وهذا والله من الأبطال الذي يسعى إلى مثل هذا الخير، فأسأل الله أن يبارك له في أهله وفي ماله وفي ولده، وأن يصرف عنا وعنكم وعن هذه الدعوة المباركة كل شر وبلاء. أسأل الله أن يحفظ هذه الدعوة من بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها، وأعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب